اللهم يسر وعن يا كريم. الدليل الثاني، السنة هي من الدليل الثاني، ولكن هو الحقيقة الدليل واحد، هو الوحي، ولكن الوحي بالقرآن، الوحي بالسنة. ولذلك يعني القول بأنه ما لم نجده بالقرآن نبحث عنه في السنة هذا كلام غير دقيق، وإنما يعني يجب على الفقيه أو المتفقه حين يبحث المسألة يبحثها في الكتاب والسنة، ليس في الكتاب أولا ثم في السنة. هذا كلام غير دقيق، كأنه قيل على عجالة. السنة في اللغة العادة والطريقة، وتأتي على معاني، وتأتي منها الطريق المستقيم السنة، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن شيء مستقيم لا يتغير ولا يتحول ولا يتبدل. وتأتي السنة بمعنى سنة النبي، الدين، الملة، السنة على هذا المعنى. وتأتي السنة ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان بالله والملائكة والقدر وغير ذلك من مسائل أصول الدين والاعتقاد. ولذلك سميت كتب السنة، يعني كتب السنة كثيرة تتكلم عن هذه المسائل وتفريعاتها. والسنة هي فعل المندوب بالفقه، هذا معنى رابع. الخامس، السنة كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار، وهو المراد في علم أصول الفقه. طبعا يعني قبل البعثة وبعدها، لكن اللي مطلوب هو بعد البعثة. أما قبل البعثة وبعدها فهذا التاريخ أيضا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من ميلاده إلى أن التحق بالرفيق الأعلى. إذن 6 معاني للسنة، وربما هناك معاني أخرى لكن هذه التي استقرأناها. السنة بمعنى الطريقة، السنة بمعنى الدين والملة، السنة ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المعتقد الإيماني وأصول الدين، السنة كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته قبل البعثة وبعدها وهو التاريخ، والسنة كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا للقرآن. 6 معاني. إذن السنة هي دليل على مشروعية الرأي بأنه حكم شرعي. حين نستند إلى السنة في تقرير مسألة معينة أنها حكم، فهذا حكم شرعي في حق العباد، وهي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه نبيا ورسولا وحيا من ربه، يفيد بيان ما أنزل من القرآن أو أنشأه من نفسه في أمور الدين بصفة قول أو فعل أو إقرار أو ما في حكمها. ولإيضاح ما تقدم ونزع المشكل لابد من بيان 6 مسائل في معنى السنة. الكثير حين يتعامل مع السنة لابد أن يضع ضوابط لهذا التعامل، فهناك 6 مسائل أولية لابد أن تكون في ذهن المثقف والمستفتي قبل المفتي والمجتهد، تكون عنده بديهة هذه لأن هو من أهل العلم، ولكن بالضرورة أن تكون هذه المسائل ال6 حاضرة عند الجميع حين التعامل مع النص الشرعي. المسألة الأولى أن السنة حجية السنة كحجية القرآن لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وإن تطيعوه تهتدوا واتبعوه ولعلكم تهتدوا. قال: وأوتيت الكتاب ومثله معه. فإذا السنة حجية السنة. واحد يجي متجاهل يقول القرآن والسنة ما معلوم كيف نقل، هذا كلام لا يدل على وعي، ما أقول لا يدل على علم، هذا إنسان في غيبوبة لا يدل على وعي.
المسألة الثانية أن السنة أصل لإنشاء الأحكام الشرعية فضلا عن بيان القرآن، فهي ليست بيان القرآن فقط محصورة في البيان، لا، ممكن أن ينشئ الرسول صلى الله عليه وسلم أحكام شرعية ما موجودة بذاتها في القرآن الكريم ولكن موجود في أصلها. ومعنى إنشاء الأحكام الشرعية تشريعها، فالسنة تشرع كالقرآن. قل إنما أنذركم بالوحي وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وجاءت أم يعقوب من بني أسلم إلى عبد الله بن مسعود تسأله من أين له أن يلعن النامصة والواشمة والمستوصلة وليس في كتاب الله ذكر لذلك، فقال إن كنت قرأت كتاب الله وجدتيه. قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا السنة، هو ينقل السنة، فهذا الحكم إنشائي تشريعي من السنة. وهناك كثير من الأحكام يعني السنية في هذا الباب. يعني المسألة الثالثة السنة كل ما أثر عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوصفه نبيا ورسولا، أي ليس هو من علوم الدنيا التي تعرف بالممارسة والمعايشة كأمور الزراعة والصناعة وفنون التجارة وأفكار الكيمياء والفيزياء، لأن هذه من أمور المعايش والدنيا التي سخرها الله للإنسان أن يتصرف بها بما علم من تجاربه وخبره وليست بذاتها من أمور الدين. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم أعلموا بأمور دنياكم. هنا الأمور المدنية، ما الأمور الحضارية، ما الأمور التشريعية القانونية، المدنية. وهذه ربما نقف عندها وقفة تفصيلية، الفرق بين الحضارة والمدنية، لأن ضروري كل مثقف أن يكون عنده هذا التفريق. قال الله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وفي قضية تأبير النخل قال عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور بما يصلحكم في دنياكم. وفي لفظ قال إنما هو ظن ظننته إن كان يغني شيئا فاصنعوه فإنما أنا بشر مثلكم والظن يخطئ ويصيب ولكن ما قلت لكم قال الله عز وجل، وحي يعني، فلن أكذب على الله عز وجل، فإن أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. يعني فرق الرسول صلى الله عليه وسلم بين وصفه مشرع، وصفه طبيب، وصفه تاجر، وصفه قائد معركة، وصفه قاضي، وصف هذه ما مسائل تشريعية، هي مسائل تطبيقية. الرسول صلى الله عليه وسلم فيها كسائر البشر يحكم على ما فهم من الواقع بدلائل الشرع. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في أمور الدنيا لازم ننتبه أنه هذا الأمر الذي جاءنا خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من أمور الدنيا، من أمور التشريع. المتفقه والفقيه لازم يفرق، وهذا يحتاج تدقيق وليس كل أحد يقدر عليه، لأن أحيانا في أمور الدنيا تريدنا بالخبر هناك فيها جانب تشريعي مستفاد ما يلغى، نقول هذه من أمور الدنيا نتركها، لا، شوف ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك جانب تشريعي في كل شيء، ولكن في الموضوع يعني العبرة بعموم اللفظ لا بيخص السبب في الموضوع، أنه إذا كان هذا الموضوع من أمور الدنيا الأصل فيه هذا من أمور الدنيا وقد يكون واقع وانتهت، ولكن هناك جانب ربما يستفيد منه أو يفيد منه الفقيه والمتفقه لمعرفة شيء. المسألة الرابعة معنى السنة القولية هي كل ما نقل من لفظ جرى على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم غير القرآن، هذا معنى السنة.
القولية، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل قال إذن لي، قال إذني له، فبئس الرجل العشيرة. فلما دخل عليه ألان له القول، قال صلى الله عليه وسلم: أي عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس اتقاء شره. فهذا سنة قولية. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم جئنا بمثل أنه هذا سنة قولية أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة معنى السنة الفعلية، وهي أفعال كل ما ورد عن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا قسم منها توقيفية، مثلا قال: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن القضية فعلية محضة، هي توقيفية. وهناك أفعال نأتي منها ما نستطيع على مثل، وكذلك أداء المناسك، كل أفعاله وحركاته وسكناته في حياته معهم أو في أهله وفي حله وترحاله وجمع أمره. مسألة السادسة معنى السنة التقريرية. السنة التقريرية نوعان: أمر مسكوت عنه مع العلم به، أو أمر جرت الموافقة عليه. الأولى، النوع الأول وهي كل ما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، وهو يجري أمامه من فعل الناس وأقوالهم وهو يعلم. مثل إيش؟ كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم، وهناك من سأله عن العزل. فإذا هذا تقرير سكوتي، يعني سكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. الثانية السنة التقريرية، أمر وافقهم عليه بعد أن سمع به أو أخبر عنه، كالرجلين اللذين أخبراه عن صلاتهما في السفر، فأحدهما عاد الوضوء والصلاة والآخر لم يعد، فقال الأول: لك الأجر مرتين، وقال الآخر: أصبت السنة. هذا تقرير، أقر على الأول أنه أصاب، الثاني أصاب السنة، والأول له الأجر مرتين لأنه توضأ وعاد. وضحت الفكرة إن شاء الله؟ وصلت؟ خط عريض هذا في السنة، وكل مسائل السنة تقريبا تدور في هذه المعاني. يعني إذا تخليها في ذهنك وأنت تقرأ كتب الأصول والفروع ستجد المفاتيح عندك. تفضل أخي. هل عندنا نوع آخر من السنة التركية؟ يعني إذا تتكلم عن هذا السنة، يعني ترك الرسول صلى الله عليه وسلم. السنة التركية يعني في كتب الأصول مذكورة هذه إيه، موجود هذا. نعم، موجود هذا الأمر، أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله. ما حجية الأمر لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يكون سنة؟ ما هو لم يفعله وين ندخله في أي باب؟ يا إما أنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تركه مثلا هو لا يفعله، مثل أكله الضب، قال: حرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن نفسي تعافه. أكله خالد بن الوليد. فهذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس، يعني الترك ليس فيه تقرير إلا بالقرائن، فيدخل ضمن التقريرات هنا الفعلية. أنه كذلك هناك أنه ترك الرسول صلى الله عليه وسلم، هل تركه الرسول صلى الله عليه وسلم كسبب تشريعي، أم تركه الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه تعافه مثلا، وهكذا. هناك مباحث يعني أنا بالمطولات، يعني ليست في المحاضرة، ولكن لا بأس إذا تسألوا عنها أنا أجيبكم إن شاء الله. تفضل. جزاك الله خير. جزاك. بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، أو خذوا عني مناسككم. نعم. يعني تكون السنة قولية، ومن الجانب التطبيقي يعني فعلية. يعني فعلي. نعم. لأنه ولذلك شوف صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وردت عن جمع من الصحابة، كل ينظر من زاويته كيف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فبالاجتماع حتى الوضوء، الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ، قال جبريل علمه كيف يتوضأ، وهو علم الصحابة كيف يتوضأ.
ولذلك الأحاديث في هذا الباب يكاد أكمل حديث عمرو بن عبسة السلمي في الوضوء، وهو جاء متأخرا إلى الإسلام، هو بمكة أسلم، ولكن لحق بالرسول صلى الله عليه وسلم أظن بعد الخندق، لحق بالرسول صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه وسلم وعلمه الصلاة الوضوء الصلاة. فيكاد يكون أكمل حديث يعني في هذا الباب، لا يعني أكمل وليس الكامل. نعم. الشيخ، السنة قول أو فعل أو إقرار أو ما في حكمهما، في حكمها، أو ما في حكم هذه القول والفعل والتقرير، يعني مثل السؤال اللي سألني الآن حول ترك الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يدخل ضمن الفعل والترك، ضمن القول والصمت، هكذا ضمن التقرير والمعلن السكوتي أو المعلن أو السكوتي. نعم تفضل. هذا الحديث يسأله من أين له أن يلعن، يعني له قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ما أكو عندي مسألة، إذا لأن أحد عبد الرحمن منه نعم عبد الرحمن أنا قلت أنه المسائل الفقهية ليست موضوعي، لا أذكر فيها الحسم، لأن أنا موضوعي أصول فقه. تمام. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث لا يصلين العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، في آخر الحديث قال فلم يعنف واحدة من الطائفتين، لم يعنف يعني سكت عن الطائفتين. أما الكلام الذي أتيت به لابن حجر ورحمة الله عليه وابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، فبالتأكيد هؤلاء علماء جهابذة، ولكن رأيهم بالنسبة للقرآن والسنة رأيهم حجة أم فهم؟ أي فهم. فهم رجحوا كل واحد منهم رجح واحد من القولين، فبقى الأمر من حيث عند المجتهد يستوي. لكن أنت إذا تعرضت لهذه المسألة أيهما ستفعل؟ ما يترجح عندك. فهذا مذهبهم باختصار يعني. وضحت الفكرة؟ جزاك الله خير. الله يرضى عنك. واضح عند الجميع؟ إن شاء الله. فإذا أكو سؤال أو استفسار أو تعقيب أو شيء، لأن إحنا بقى عندنا الإجماع والقياس ثم ندخل في الاستدلال. فالمحاضرتين القادمتين ستنتهي المرحلة الأولى من الدورة إن شاء الله بإذن الله تعالى. ظل عندنا الإجماع والقياس. ما تمام؟ فإذا أكو تعقيب أو شيء، ما أكو شيء، أنا أستأذن. الله يرضى عنكم. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك.